ازيكم؟ يلا نعمل مع بعض احلى حاجة حلوة ممكن تدفينا في البرد ده. الشعرية باللبن، بمكونات بقى بسيطة جدا. كوباية شعرية وثلاث كوبايات لبن هتعملي الأطباق الحلوة اللي قدامك دي. 3 كوبايات لبن ضفت لهم 3 معالق كريم شانتيه ومعلقة نشا ومعلقة دقيق، قلبيهم كويس قوي بالمضرب اليدوي لحد كله ما يدوب في اللبن، ما يبقاش فيه أي حاجة متكتلة. بديل الكريم شانتيه معلقة زبدة أو معلقة قشطة. بعد كده في طاسة على النار أخدت معلقة زبدة ومعلقة زيت وضفت لهم بقى لما سخنوا كوباية الشعرية. تقلبي الشعرية بسرعة كده باستمرار، والنار تكون وسط ما تكونش عالية قوي، تاخد لون ذهبي غامق بس ما تبقاش متحروقة مننا، لأنها لما بتستوي اللون بتاعها بيبقى أفتح شوية. بعد ما وصلت للون ده ضفت لها نص كوباية سكر، والكمية دي بتاعت السكر كويسة جدا، مطلعاها سكرها مظبوط قوي. وبعدين ضفت لها كوبايتين مية سخنة. أول ما المية تنزل ما تقلقيش، هتلاقيها كده كلبشت في بعض كده، بس دقيقة واحدة وهتبصي تلاقيها ايه، فكت. سيبيها على النار بقى كده لحد ما تغلي، وبعدين هدي النار عليها وغطيها وسيبيها تستوي. بعد 5 دقايق تشوفيها، هتلاقيها بقى ايه، المية لسه ما نشفتش، ولسه بقى يعني ايه يدوب داخلة في السوا. غطيها وسيبيها تاني 5 دقايق كمان بالظبط، هتلاقيها بقى شربت كل المية واستوت بالشكل ده. ممكن تقدميها بالشكل ده كده مع حبة زبيب وجوز هند وهي سخنة كده، لذيذة في الشتاء. أو ممكن بقى نكمل اللي احنا بنعمله. حطيت عليها اللبن بباقي المكونات وقلبت شوية، تقلبي باستمرار بالشكل ده لحد الدقيق والنشا بقى ما يخلوا القوام يبقى تخين شوية. بعد بقى ما يتخن بالشكل ده كده سيبيه برضو دقيقتين، علشان طعم النشا والدقيق ما يبقاش باين في الوصفة بتاعتنا، ما يبقاش طعمه ني يعني. أنا حطيت بقى آخر إضافة هنا معلقة صغيرة فانيليا، حطي الفانيليا وقلبي وسيبيه بالظبط دقيقتين. شايفة بيعمل بابلز ازاي، بيبقبق كده. سيبيه كده دقيقتين وبعدين هننزله. طريقة التقديم بقى النهاردة هنعمله بطريقتين. الطريقة الأولانية البسيطة خالص، هنغرف في أطباق عادي ونزينه بأي حاجة موجودة عندك ويتقدم سخن كده. يعني ادي الشكل اهو، كريمي بقى وحلو قوي قوي. الأطباق بتاعتي دي كبيرة شوية، يعني أنا الكمية جات في 4 أطباق تقديم من دي و2 طاجن من اللي هتشوفيهم دلوقتي، بس زي ما باقول لِك الأطباق دي كبيرة شوية. لو عندِك أطباق أصغر من كده ممكن بقى تعملي يعني كمية أطباق أكتر للتقديم يعني. حطيت بقى الكمية أهي، وبعدين جبت 2 طاجن صغيرين، دول هادخّلهم الفرن، طريقة بقى تانية للتقديم يعني. الطواجن أهي ما حطيتش فيها سمنة ولا زيت ولا حاجة تحت، أنا اكتفيت إن الوش هيبقى عليه معلقتين قشطة. مليت الطاجن كده، وبعدين دلوقتي بقى هازيّن الوش بتاع الأطباق. زيّني بأي حاجة موجودة عندِك، زبيب، جوز هند، مكسرات، فول سوداني. ممكن تكسّري كده بسكوتاية وتحطيها، سيبيها كده وكليها سخنة وخلاص. أنا زيّنت بزبيب وجوز هند وعين جمل. هتحطي بقى شوية كده على كل طبق، حتى الطواجن اللي هتدخل الفرن حطيت برضه عليها. وتضغطي كده على الطواجن على الزبيب وجوز هند اللي على الوش عشان ينزل لتحت يعني، وبعدين هنحط القشطة بتاعتنا. ادي شكل الأطباق وهي متزينة. ضغطت بقى على الطواجن كده بالشكل ده، وبعدين حطيت معلقتين قشطة صغيرين على كل طاجن وفردتهم، ورشة سكر بسيطة خالص، ويدخلوا بقى الشواية 5 دقايق بالظبط ياخدوا لون بس من فوق. بديل طبعا القشطة، لو مش عايزة تحطي قشطة ممكن رشي سكر كده ودخليها. آدي بقى الأطباق اللي هي العادية، وآدي الطواجن لمّا طلعت من الفرن شكلها جميل أوي وطعمها طبعًا حلو جدًا، وبألف هنا. ولو عجبتِك طريقتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.